بالغلط أنا والممثلة المشهورة. بدلنا أجسامنا يا اسطن، وكل يوم بقيت أواجه معاكسات واعترافات بالحب ومضايقات كتير لحد ما اتخنقت. وعشان أخلص نهائي قلت لكل واحد بيطارد جسمها إني بحب البنات ومفيش أي اهتمام بالرجالة. أنا متعود أظبط أرامل بهاك صيد أصلا. مهما كان شكله يا اسطن الممثلة اتجنت وقالت لي لو هبدت بالكلام ده تاني هرميك على الأرض قدام الكل فورا عشان أوريك أنا مهتمة بالرجالة ولا لأ. وقتها أنا ضحكت فشخ وقلعت هدومي فورا عشان استفزها أكتر. مين يخاف من مين بصفتي المساعد الشخصي للمشهورة دي؟ أنا دايما كنت شغال بضمير قوي والساعة 3 الفجر. ليو رويان طلبت مني شوربة حارة وفراخ مقلية من المطعم اللي في آخر الدنيا هناك وأنا فورا قمت من السرير وركبت الموتوسيكل الكهرباء بتاعي عشان أشتري لها الأكل. ورجعت وقعدت قدامها مباشرة. أكلت بشراها فشخ وقعدت أوصف لها طعم الشوربة الحراقة وجمال ورك الفراخ المقلية. وليو رويان كانت بتبلع ريقها بالعافية وبترجاني أديها بق واحد بس من الشوربة. بتقولي بق واحد بس ومش هطلب حاجة تاني. قلت لها لأ وشفطة المكرونة وقلت لها كمان نص شهر هتتمنعي من الخروج خالص. الأخت شين حذرتني كتير فشخ إنك لازم تخسي في الفترة دي وممنوع تاكلي أي أكل جاهز نهائي يسطن. ليو رويان بصت لي بغل وحقد مش طبيعي. وتحت نظرة الموت المرعبة بتاعتها دي مسكت أخر ورق فرخة قدامي وقطمت منه حتة عشان استفزها أكتر وأغيظها. وقلت لها خلاص هخليكي تشمي الريحة بس وقعدت ألوح بيه قدام وشها حبة حلوين. ما كنتش متوقع إن ليو رويان هتهجم عليا زي الكلب السعران وتعض. نطيت فورا من مكاني وبدأنا خناقة حياة أو موت على ورق الفرخة والنتيجة كانت كارثة بجد. وقعنا فوق بعض بالغلط في مشهد غريب وبسنا بعض كمان. ولما جينا نقوم من على الأرض خد بالك من البالوت تويست ده اكتشفت ان انا وليو رويان بدلنا اجسامنا وهي ما كانتش خايفة خالص. اول حاجة عملتها لما قامت هي انها مسكت الطبق وشربت كل الشوربة اللي باقية. وخلصت ورق الفرخة اللي كنت قاطم منه وبعدين دخلت طبخت كيسين اندومي في هدوء تام وشربت كانس كولا ساقع. وبعدها لقت وقت تكلم وقالت اوف شبعت فشخ. انا لمست تفاصيل جسمي الجديد واستغربت جدا وسألتها بابتسامة عريضة يا ترى هنعمل ايه دلوقتي وازاي نقدر بالظبط نرجع اجسامنا تاني. ليو رويان لمست بطنها اللي بقت كرة وقالت ببرود لما يجي الوقت المناسب اكيد هنرجع تاني. ليو رويان مش خايفة وانا اكيد مش خايف زيها في العلن. انا المساعد الشخصي بتاعها بس في الحقيقة انا جيت هنا مخصوص عشان انتقم منها. قبل ما اكون المساعد الشخصي لليو رويان انا كنت صانع محتوى مراجعات افلام عندي 2 مليون متابع وبس عشان انتقدت اداء ليو رويان السيء في مسلسلها التاريخي الجديد اللي كان لسه نازل ومكسر الدنيا وقتها. وقلت إن تمثيلها كان ناشف وحوارها ضعيف وهي أسوأ حاجة في المسلسل ده. لقيت جمهورها فجأة بيهاجمني وبيشتمني ورسايلي الخاصة بقت مليانة إهانات شخصية قذرة جدا. أنا بجد ما كنتش فاهم إزاي الشتائم البشعة دي بتطلع من عيال فانز صغيرين في السن. والسبب الوحيد لهجومهم الشرس عليا إني بس قلت رأيي بصراحة شديدة عن تمثيل ليو رويان الزبالة. وهو فعلا تمثيل زبالة فشخ. لو كان الموضوع واقف بس على الشتائم والهجوم ده كنت قفلت الرسائل واتجاهلتها وخلاص. لكنهم بدأوا يعملوا حملة ريبورتات منظمة ومستمرة من غير توقف على حسابي. وفي النهاية الحساب الوحيد اللي باكل منه عيش واللي بنيته بدمي اتقفل. الحساب ده أنا بدأت أشتغل عليه من أيام الجامعة وأخد مني 3 سنين مجهود متواصل وكان مصدر دخلي الوحيد في الحياة. أنا بكره الفانز المسمومين دول وأكتر حاجة بكرهها هي ليه رويان اللي سابتهم يعملوا كده. بس الأشرار دول متلقوش أي عقاب خالص بالعكس كانوا فخورين فشخ وبيقولوا إحنا حمينا أختنا الكبيرة مرة تانية. ومحدش كان مهتم بوضعي الصعب ولا حد فكر يجيب لي حقي اللي ضاع. عشان كده قررت أجيب حقي بإيدي وقدمت في الشغل عشان أكون المساعد الشخصي لليو رويان وأتسلل وأفضل لازق جنبها عشان أدور على أي بلاوي ووساخة بتعملها من ورا الكاميرات وأفضحها للكل وأدمر سمعتها تماما. وعشان شهادتي العالية وكمان العراف النصاب اللي بتثق فيه ليو رويان قال إن طالعي. بسبب حظي فضلت جنب ليو رويان بسهولة وبعد شهر سوا اكتشفت إن ليو رويان مش شريرة زي ما تخيلت خالص. دي حتى ساذجة شوية. وقبل ما أشوفها كنت فاكرها نجمة مغرورة وباردة ومناخيرها في السما. بس طلعت طيبة فشخ ومع كل اللي حواليها ودودة جدا وعملت ترمي فلوس في جروب الشغل عيبها. الوحيد تمثيلها زبالة وهي مش حاسة. أنا بقالي متخفي أكتر من شهر وما مسكتش عليها أي زلة. بالعكس لهفت فلوس. ولو كملنا كده هنبقى أصحاب بجد. ودلوقتي اتبدلنا في الأجسام. بلوت تويست السما بتساعدني إيه أحسن.
من هاك الصيد ده عشان أمسك عليها زلة أنا. لازم أفضحها قبل ما نرجع لأجسامنا تاني، وإلا تعبي راح على الفاضي كلنا وشربنا 10 أيام. ولما ليرويان لقت التصوير قرب، اترعبت. قعدنا نعيد المشهد، نتخانق على الأكل ونقع ونبوس بعض، جسمي اتكسر وشفايفي ورمت وبرضه مفيش فايدة. ليرويان خدتني شيخ بتثق فيه جدا اسمه تشين بينج، أنا أسطورة ومفيش حاجة توقفه أبدا. قبل ما نقابله كنت فاكره عجوز نصاب، بس طلع شاب وسيم جدا مش طبيعي. بعد ما سمعنا تشين بينج آن بص ناحية ليورويان ببرودة. عارفة ليه حصل كده؟ ليورويان هزت راسها في أقام المسطر، خابت الترابيزة رعبها صرخ. عشان انت ما عندكيش ضمير يا ليورويان، تمثيلك زبالة، كفاية عليكي مسلسلات تافهة. ايه رماكي على الدراما التاريخية؟ انت بتعذبي الجمهور، انت حرفيا بتبوظي الطبخة كلها. اهو العقاب نزل عليكي ده بجد. ماستر فشخ. بس لما شفت وشها زعلت وحنيت شوية. مفيش طريقة نرجع بيها. ليه ريان هتبدأ تصوير قريب. الشيخ هز المروحة بهدوء. كل يوم تبوسوا بعض 10 مرات، وبعد 81 يوم هترجعوا. وبعدها حذر ليو ريان إنها تبطل حركاتها الناقصة. ليو ريان وطت راسها مكسوفة وشدتني عشان نمشي. بس عند الباب افتكرت حاجة ولفت سألته اشمعنى أنا اتبدلت معاه هو بالذات؟ في سبب لكده؟ الشيخ ميل راسه وابتسم بخبث عشان هو دايما بيفكر فيكي وبيكون ليكي مشاعر عميقة جدا. عشان كده القدر ربطكم ببعض، وهو نصيبك المكتوب ولازم تعامليه كويس جدا. بصيت في عيونه الغامضة وحسيت فجأة إنه قادر يشوف. أعماقي اتوترت فشخ، ولما لفيت لقيت ليو رويان بتبصلي بوشي بنظرة غريبة. هي بدأت تشك فيا. لما رجعنا ليو رويان نادتني فجأة بكل جدية للأوضة بوش مقفول جوهان. شكرا لمشاعرك، بس أنا السنين الجاية مش هرتبط، هركز في شغل العبيطة دي. فكراني بظبطها زي الأرامل وبحبها، فقررت أعيش الدور. عملت نفسي حزين وبصيت للأرض. فهمك متقلقيش، هركز في شغلي، هعمل اللي عليا وأكتم مشاعري، ومش هعملك أي قلق خالص. بعد 3 أيام دخلت التصوير، ورويان كانت متوترة فشخ. قبلها بنص سنة بالظبط في حفلة جوائز، وخدت فيها جايزة تمثيل ملهاش أي 30 لازمة. ومش عارف دي كانت شاربة ولا واثقة بزيادة. المهم رفعت الجايزة على المسرح بكل فخر، وقالت للكل في 2025 هنتقابل في أعمالي. النتيجة نص السنة عدى وهي لبست في حيطتين وعملت مسلسلين فشلوا، والوحيد اللي نجح ما كانتش البطلة، والكل مسح بيها الأرض. الساعة 3 الفجر رويان دخلت أوضتي مفزوعة. هنعمل إيه؟ التصوير هيبدأ بكرة يا اسطى. انت معنكش بربع جنيه تمثيل، وأكيد هتبوظ المسلسل ده. لو فشل هبقى 3 مرات ورا بعض. اتثاوبت ببرود وقلت فيك كده كده مهما حصل فانزاك هيطبلوا لك ويقولوا مكسر الدنيا. مسلسلك ده مش خيال. حط كلام كتير في الأول وهيبقى أحسن عمل خيالي، مفيش حاجة توقفه، وأعلى نسبة مشاهدة في الربع التاني. رويان بصت لي بيحزن وقالت لي يا هانو قول الحق، تمثيلي زبالة. لسه بفتح بقي عشان أقولها أيوة. رويان مسكت موبايلها وبعتت لي 30 ألف على حسابي في تانية. أنا شخص مبادئي فوق الكل، بس المبادئ اتباعت. قلت لها مش وحش أوي، مجرد سيء عادي، في ناس أسوأ منك بكتير. رويان كانت اتضايقت من أول جملة، بس ارتاحت في الآخر والموضوع عدى. ومع كده فضلت قلقانة برضه، شدتني وفضلت تشرح لي الدور نص الليل عشان أفهمه. تاني يوم في التصوير مطوعتهاش، مثلت بدماغي أنا وبس. خلصت أول مشهد تقيل من هنا. اللوكيشن سكت فجأة والمخرج سقف. رويان المشهد ده حريقة، تطورك مش طبيعي. هي اتصدمت وأنا كمان. فنزاها بيقولوا لو شاطر أعملها، ولما عملتها نجحت. المسلسل ده خيالي، بيحكي عن شباب اتجمعوا واقتحموا عوالم وكسروا تعويذات سحرية، وكل ده عشان يعلوا مستواهم ويقتلوا وحوش. 5 أبطال، 3 ولاد وبنتين. أنا ذاكرت السيناريو كويس قوي وفهمت الدور، ومع توجيه المخرج الموضوع كان في اللذيذ. بس أول ما جيت أمثل مع البطل جبت ورا. أنا بلعب دور البطلة اللي ناقر ونقير مع البطل، مشاهد رومانسية و3 بوسات. اللي بيلعب دور البطل واد مشهور اسمه ييتينج، شكله حلو بس تمثيله زبالة، بيقرن كلام حفظ. والأسوأ إنه بوشين يسطن بيطبل للمخرج وليا، بس بيمسح بكرامة مساعدينه الأرض. مرة اتأخر عن التصوير وقال إن مساعده مصحهوش. المساعد رد بضعف، صحيتك 3 مرات، قام رزعه بالقلم.
أنا وقفت مذهول بجد من جوايا. أنا بكرهه من جوه قلبي. أبوسه إيه بس؟ يا ريتني خدت نظام صيد ولا بظبط أرامل أهون. مشهد البوس اتعاد 20 مرة والمخرج اتخنق وقال لي ركز مع نفسك. رويان بدأت تنصحني: عيش الدور يا اسطن وتخيله هو كمان كده. وأول ما المخرج يقول أكشن انسى إن هو خالص. المشكلة انت نجتشنك ده الكراش بتاعك. أنا لسه مش مستوعب. مفيش فايدة أعملها. رويان جالها فكرة عبقرية وخدتني معاها أراقب تصوير الرئيس في استوديوهات هنجديان. مسلسل تاريخي تاني كده. فينج يوان وباي بينج بينج بيمثلوا هناك وانت عارف انهم أعداء فشخ. مديري أعمالهم بيكرهوا بعض والجمهور بياكل بعضه طول اليوم. بس لقطات بوسهم بتتسرب كل شوية. ترند حريقة. رويان قالت لي هعلمك الشغل الصح. على فكرة أنا اشتغلت معاهم. علاقتنا بيهم حلوة. خليك طبيعي يا عم وما تفضحناش أول ما نوصل. دخلنا اللوكيشن لقينا مز ومزة بلبس تاريخي واقفين قصاد بعض. واحد تلج بارد كأنه جليد والتاني وشه ما بيجيبش أي تعبير. المخرج قال أكشن والاتنين لزقوا في بعض زي المغناطيس بوسة مش طبيعية. مش قادرين يسيبوا بعض ومشاعرهم بتنقط. المخرج فجأة زعق. قال ستوب. بينج بينج زقت فانج يوان وهي قرفانة وبتمسح بقها. قالت له مقرف يوان لا حس. الدم اللي في شفايفه وابتسم ببرود وقالها وانتي كمان. انا وقفت متنح. رويان همست في ودني. عرفت بقى يعني ايه احتراف الممثلين يا وحش. بس انا قلت في نفسي مستحيل. بنظرتي الخبيرة الاتنين دول اكيد بيمثلوا علينا. بيمثلوا الكره. سيبك من شكل يوان وبينج بينج وهم قرفانين من بعض قدام الناس. دول في السر مقطعين السمكة. يمكن هم اصلا مرتبطين بجد. حبايب بجد بس بيمثلوا الكره عشان مديري اعمالهم بياكلوا في بعض. عشان كده البوسة طلعت حريقة. المشاعر الحقيقية هي البوس الخفي هنا. تصوير مشاهدي مع البطل كان كارثة مفيش أي تقدم. المخرج جاب آخره وشال التلات مشاهد نهائي. قل التنجتشنج هيزعل مني ويفشكل. بس اتفاجئت بيه بليل بيخبط على أوضتي. مصمم نراجع السيناريو سوا. الواد دخل وبدأ يمد إيده ويستعبط. ستر ربنا إن رويان سمعت الدوشة وجت طردته بره فورا. الرعب الحقيقي بقى لما خلصنا تصوير. تخيل تفتح باب أوضتك تلاقي الضل بيهجم عليك. دخل فجأة ونشف دمي من الخضة. جسم رويان اللي أنا فيه ضعيف فشخ. معرفتش أزق الكائن الغريب ده. فضلت أزق وأصوت على صوت زي البنات. الحمد لله رويان وصلت بسرعة. طلع معجب مهووس ماشي ورايا من الصبح. استغل إني بفتح الباب وهجم. موقف مرعب يسطن مفيش كلام. عشان أطمن رويان جابت حاجتها وقررت تنام معايا في نفس الأوضة. وننام سوا. نور الأبجورة الأصفر الخفيف كان مالي المكان وهادي. رويان غنت بصوت واطي ومسكت إيدها ونمت في سابع نومة. ورغم كده لسه في كائنات بتخبط بليل. تنجتشنك ده لزق ما بيأسش. بيحاول يوقعني بكل الطرق بقدامه. جبت آخري وقلت لهم شكرا لاهتمامكم يا جماعة بس أنا بحب البنات. ماليش في الرجالة مهما كانوا مزز. تنجتشنك بصلي وهو مصدوم. ضحك بخبث وقال هتعرفي منين من غير تجربة. أنا عندي مهارات توقع أرامل. أكيد هخليكي تعشقي الوضع ده معايا. زقيته بره ببرود وقلت له أنا ما بحبش غير البنات المزز بس. ماليش فيك نهائي يا عم. تنجتشنك بصلي بنظرة كلها حيرة وصدمة. وشه مليان حسرة على جمالي اللي رايح حدر. وبسرعة الصاروخ. خبر إن رويان ما بتحبش الرجالة ولع في المكان. في اللوكيشن كله. رويان الحقيقية اللي في جسمي كانت هتموت من الغيظ. جوهان لو فتحت بقك تاني هكسر عظمك هنا. وشوف وقتها هحب الرجالة ولا لأ. أنا ضحكت وقلعت روبي النوم فورا. مين؟ بيخاف من مين يا حبيبي؟ أنا لحد دلوقتي ما لقيتش أي زلة لرويان. حتى قلبت في حساباتها وما لقيتش غلطة واحدة. كل مسلسلاتها ماشية صح. هي بتدفع ضرايبها وفي العلاقات بقى. علاقاتها نظيفة ومفيش حاجة تكسفها خالص بصراحة غير إن تمثيلها زبالة بجد ومفيش فيها أي غلطة تانية ممكن تتقال. بس نرجع ونقول تاني يسطن رغم إن تمثيلها وحش جدا بس وشها ده قمر بجد ومش طبيعي. كل يوم الصبح بصحى ومش بقدر أمنع نفسي أقف قدام المرايا وأتأمل جمال ليو رويان الساحر ده بعد كل الأيام دي اللي عشناها ليل ونهار مع بعض. ليو رويان بقت بتعتبرني صاحبها بجد. هل المفروض لسه أنتقم منها يا عم ولا إيه؟ بس لو أنا ما عملتش أي حاجة خالص يبقى الأذى اللي حصل لي ده إيه؟ مجرد حظ منيل مثلا ولا إيه؟ صاحبي كان هيتجنن مني وبيزعق بشدة فوق يا غو. هنخليك واعي شوية لنفسك. أنت نسيت الفانز بتوعها عملوا فيك إيه بالظبط؟ شتموك إزاي يا حبيبي؟ حسابك اللي عليه 2 مليون متابع طار في ثانية دي. قطعت عيشك ودمرت كل طريق فلوسك تماما. وقطعت رزقك خالص وانت لسه بتعتبرها صاحبتك بجد. انت عبيط وساذج والله.
فضلت ساكت ومفيش كلام أقوله. رجعت من الشغل ولقيت ليو رويان قاعدة في الأوضة، ووشها بيقطع الخميرة من الغضب، وموبايلها مرمي ومكسور بعنف على الأرض قدامها، والشاشة كانت منورة على محادثتي أنا وصاحبي يا إلهي على البلوت تويست. قالت لي أنا بعتبرك صاحبي بجد، وأنت جاي تنتقم مني بالشكل ده ليورويان. كانت بتبصلي وعينيها مليانة وجع وحسرة وبتزعق بغضب شديد يا غوهان. إزاي قدرت تعمل فيا الموقف ده؟ بجد هي كانت عارفة الحقيقة كلها من الأول، بس مفيش أي ذرة تأنيب ضمير، وبتبجح وبتسألني بكل ثقة وكبرياء مستفز. أنا كنت حاسس ساعتها بإحباط وغضب شديد. هو أنا مش من حقي أنتقم منك؟ انت عارفة الفانز بتوعك عملوا ايه فيا لو رويان؟ قطعتني بسرعة وقالت لي ده حصل عشان انت قلت ان تمثيلي زبالة. الفانز كانوا بيدافعوا عني. رديت عليها هو انت تمثيلك مش زبالة فعلا. انت تعرفي المخرج العظيم قال لي ايه في السر بيني وبينه؟ قال لي من سنتين لما كان بيشتغل معاكي في المسلسل كان شايفاك مجرد فازة شكل على الفاضي ومفيش اي امل تتعلمي التمثيل، وما كانش متوقع خالص انك تتطوري بالشكل ده دلوقتي وتتحسني بالسرعة دي. انا بس مرضيتش اقول لك الحقيقه المره دي عشان ما اجرحش مشاعرك خالص، وانت لسه فاكره ان تمثيلك ده مستوى تاني خالص. تعرفي الجماهير بتكرهك قد ايه بجد في الشارع؟ احنا ما صدقنا نلاقي اخيرا عمل مسلسل تاريخي حلو ومحترم جدا وتقوموا حاطين فيه قرف يبوظه ويقرف الناس كلها كل مره المشاهدين بيشوفوا فيها. مشاهدك بيعملوا سكيب على طول من غير تفكير. انت اصلا اسوأ حاجه وعيب خطير في المسلسل كله. هو انا كده قلت اي حاجه غلط مثلا؟ انت بتمثلي وتشتغلي عشان الناس دي تشوفك وتقيمك وتحكم عليكي، ولو خايفة من شتيمة الجماهير دي روحي اقعدي في بيتك احسن. ليه رويان اتعقدت من كلامي وعينيها كلها بقت مليانة دموع ومعرفتش تنطق بحرف. انا كمان كنت بغلي من الغضب موت، بالذات لما شفتها بتستخدم وشيء انا بجد عشان تعمل التعبيرات المسكينة والضعيفة دي قدامي. حسيت اني فعلا قرفان فشخ منها. مسكت الموبايل وكنت خلاص همشي، بس هي مسكت ايدي بقوة. ليورويان عينيها كانت بتدمع وبتبصلي بانكسار وضعف شديد بيقطع القلب، وقالت لي بصوت واطي يعني انت لما قلت انك بتحبني ده كمان كان كذب وخداع. هو انا امتى اصلا قلت اني بحبك يا حبيبتي من البداية للنهاية؟ انت اللي عايشة في وهم وحب من طرف واحد. بصيت في عينيها وقلت بحزم وكلمة كلمة انا ممكن احب اي حد في الدنيا دي الا الاشكال المغرورة والانانية اللي زيك دي. انا بكرهك فشخ. بدأنا حرب باردة انا واليورويان، بس كل ليلة قبل النوم كنا بنضطر نبوس بعض زي العصافير المزعجة كده كل يوم. وساعات لما ببص في المرايا فجأة وأشوف وش يورويان المكشر ده أنا بجد بكون عايز أضرب نفسي. لسه فاضل 40 يوم عشان نرجع لطبيعتنا، بدل ما أكون بصطاد أرامل بالشيت بتاعي. لازم أشتغل مكانها، وأعاني الأيام بتمر ببطء قاتل زي السنين. أنا مخنوق فشخ ومتبهدل على الآخر، واليورويان كمان حالتها زبالة ومخنوقة. بس الصراحة هي تستاهل اللي بيحصلها ده، تستاهلوا جدا. حركتنا اللزقة في بعض دي الفانز قفشوها بسرعة الصاروخ، وبعد ما تحبسنا ومنعونا من الخروج خالص ليورويان بذكاء استخدمت هويتي أنا الشخصية كمساعد ليها، وسجلت حساب شغل جديد ومختلف عشان تشتغل على موقع ويبو. وكانت عايزة تشارك روتين شغلها اليومي وتفاصيله مع الفانز بتوعها وتعمل حوارات معاهم. النتيجة الفانز مسحوا بيه الأرض عشان ملوش حدود. الرسائل كانت كلها شتايم وسم، بيذلوه ويقولوا عليه ضفدع وبيدعوا عليه بالموت. فانزاها عملوا هجوم منظم وفشخوه، دخلوا حرقوا كومنتات الصفحة بتاعت الاستوديو. مفيش حاجة توقفهم، الكل بيطالب بطرد المساعد جوهان فورا. كتبوا رسالة طويلة عريضة 10,000 كلمة بيعددوا فيها جرايمه، جابوا كل ذنوبه اللي ما عملهاش. اللي يقرأ يقول إنه قاتل ومولع في البلد. والله ليو رويان لما شافت الشتايم دي كلها في الرسايل اتصدمت فشخ وما استوعبتش. كلامهم كان زبالة وسم وحاجة قذرة. اللي ما جربش مش هيتخيل القرف ده، اللي ما عاشش ده مش هيفهم. أنا بقى ما طيبتش خاطرها ولا عبرتها أساسا، بالعكس شمتت فيها وقلت لها هما طول عمرهم كده. انت بجد ما كنتيش عارفة. انت عارفة بس كنت مكبرة دماغك عشان الضرب في غيرك ما بيوجعش. دلوقتي بتشرب من نفس الكاس اللي عملته. ليو رويان ما استحملتش وجابت أخرها بسرعة. الفانز اللي كانوا بيعبدوها ورافعينها للسماء دلوقتي عايزين يخلصوا عليها بس عشان بقت جوهان. قلت لها كفاية قراية في الرسائل الزبالة دي عشان ترتاح، بس هي ما قدرتش تمسك نفسها. خلصتهم وسهرت طول الليل وما نامتش خالص، وطيرت النوم من عيني أنا كمان. وأنا نص صاحي كده سمعت حد بيهمس في ودني بتقولي لما كنت بتتشتم كنت بتتوجع وتحس بالقهر زي كده. دلوقتي شفت حالتها طول اليوم زي الزفت. قلبي اتقطع عليها والله مش بهزار. يوستن ده جسمي أنا، لو معايا شيت الصيد بتاعي كنت بظبط أرامل دلوقتي، مش قالب على باندا كده.
اتكلمت مع ليو رويان بالراحة، قلت لها ننزل بيان رسمي في جروب الفانز نوضح إننا مدير ومساعد بس، وإنها مش هترتبط السنين الجاية دي خالص، هتركز في شغلها عشان نهدي الفانز شوية. بس ليو رويان عاندت، رفضت وبصت لي بغضب واسع. قالت لي احنا علاقتنا مدير ومساعد وبس، مين مدير ومساعد بيناموا في سرير واحد؟ ضحكت من قلبي. أمال إيه يعني؟ احنا بنحب في بعض؟ ليو رويان زمت شفايفها وهربت من السؤال، وقالت دول مجرد فانز، ملهمش أي حق يدخلوا في مشاعري. علاقتي بيهم بيزنس، إني بعمل شغل، عجبهم يتفرجوا ما عجبهمش يشوفوا غيره، كل واحد له حياته. أنا بكره إنهم يتحكموا فيا. قلت لها ببرود، كلامك صح، دي العلاقة الطبيعية والصحية بين النجم والفانز، بس ما تنسيش الحقيقة دي، إنك نجم التوب ومستواكي تاني خالص، وعلاقتك بالفانز بتوعك دي مريضة، أساسا مشوهة ومش طبيعية. ليو رويان ما تزعليش من كلام الدبش، تمثيلك سيء، زبالة، واللي وصلك للي انت فيه ده دعم الفانز، من غيرهم انت مفيش ولا حاجة. انت بتعتمدي عليهم يبقى طبيعي يتحكموا فيكي وتكوني تحت طاعهم. عايزة تكوني نفسك يبقى لازم تضحي بالشهرة دي كلها. هتقدري تعمليها؟ تتخلي عنها؟ ليو رويان اتكتمت وما نطقتش بحرف، وفي الوقت ده حصلت الكارثة. فإنزاها طلعوا مجانين أكتر ما كنت متخيل. الصبح أنا وليو رويان جهزنا، خرجنا من الفندق وكنا رايحين التصوير. بس قدام الفندق المشهد كان مرعب، لقينا زحمة فانز متجمعين زي العادة. أنا وهي كنا متوترين، بنركب العربية ورا بعض. فجأة حد هجم علينا وبيشتم يا زبالة أبعد عن نجمتنا، ورفع حاجة في إيده ورماها علينا. قبل ما ألمحها بيض ريحته تقرف ضرب، اتفرتك على وش ليو رويان، وبعدها التانية والتالتة ورا بعض. جسمي اتحرك لوحده قبل ما حتى أفكر. في ثانية واحدة نطيت قدامها زي البرق وشديتها لحضني، وعملت ظهري درع يصد كل الهجوم ده. البيض المعفن رش، اتكسر على كتفي، والزفارة دي كلها نزلت بتسيل على ظهري. بس ما حسيتش بحاجة، كان همي أحمل اللي في حضني وما تتأذاش تاني. الأمن دخل بسرعة وكتف الواد اللي بيعمل مشاكل. فيديو حمايتي لارويان ركب الترند في ثانية، والناس بتموت في الزيطة، شوية يطبلوا لجدعنتها وشوية يهبدوا عن قصة حب النجمة والمساعد. بس الفانز بقى قلبوها حريقة بجد. كومنتات الاستوديو ولعت زي برميل بارود حرفيا، نص ساعة ونص مليون كومنت بيطالبوا بتوضيح علاقتي معاها. الاستوديو عمل ميت والترند ولع. الفانز نزلوا مقال طويل عريض، فضحوا كل حركات جوهان من 3 شهور، تجاوزات فشخ، من أول تظبيط فستان رويان لحد الأكل معاها في شمسية واحدة، كلها بقت جرايم كفر. بس هما ما يعرفوش الصدمة الكبيرة. جوهان اللي عايزين يقتلوه ده روحه من جوه، هي نجمتهم اللي بيموتوا فيها. بلوت تويست مش طبيعي. مديرة الأعمال شينجي لغت إجازتها، رجعت طيران من آخر الدنيا. عدى يوم كامل على الحوار. شينجي قاعدة في أوضة الاجتماعات، مريحة على الكرسي بابتسامتها الباردة. قالت لي لو فاكرة صح انتي بدأتي في سن 18 أول مرة تقابلنا. أخوكي جابك ليا وقال إنك عايزة تدخلي المجال. استغربت فشخ ليه بنت ذوات تسيب العز وتيجي تتبهدل هنا. قلت أكيد بتلعب، بس أخوكي قالي إنك بتحب التمثيل بجد. أهلك رفضوا وإنتي هددتيهم، ما كانش قدامهم حل غير إنهم يبعتوكي ليا عشان أكون مديرتك وأثبت لك دنيتك في الفن. كنت فاكر ريان بنت عز ومديرتها سندها من الأول، ما كنتش أعرف إنها حاربت أهلها عشان التمثيل. شينجي قامت وراحت ورايا، ضوافرها الحمرا غرزت في كتفي، وقالت يا رويان، عارفة إنك بتقولي مش محتاجة الفانز دول، بس إنتي ناسية إن من غيرهم مفيش أرقام ولا ترندات، من غيرهم مفيش تفاعل ولا شهرة. البطل اللي معاكي عنده مسلسلات مكسرة الدنيا كنتي هتبقي سنيد. فانزك هم اللي خلوكي بطلة زيه، حبهم ليكي زمان بيتحول كرة أعمى دلوقتي. مش هغصبك بس فكري كويس، هتضيعي فانزك وشهرتك عشان راجل فاكرة نفسك معاكي هاك صيد وبتشقطي أرامل. هتخسري كل حاجة. شين جي طلعت سيجارة رفيعة من علبة فضة ولعتها بكل برود أعصاب، أخدت نفس وسابت الرماد متعلق في الهواء كأنها مستنية الرماد يقرر هيقع فين بالظبط. هدوء مرعب. ولما السيجارة خلصت أخدت القرار الصح لرويان. قولت أنا وجوهان مجرد رئيس ومرؤوس، حمايتي ليه كانت بس جدعنا مش أكتر. وأول ما المسلسل ده يخلص هطرده في الشارع. شينجي طفت السيجارة وطلبت مكالمة. 3 ثواني والموظفين دخلوا ورا بعض. الشاشة نورت. شينجي وزعت الشغل بهدوء.
الاستوديو هينزل بيان للرد على الفانز. بتوع العلاقات العامة يجهزوا 5 خطط، عناوين كلها عن الجدعنة مع الموظفين. والشؤون القانونية تجهز إنذارات. في عاصفة الترند دي محدش مهتم الحقيقة خالص، الوصول للهدف هو الغاية الوحيدة قدامي. رجعت الأوضة بتاعتي ولقيت ليو رويان قاعدة على السرير متنحى تماما. شين جي بعتت حد يساومه، شوية تهديد ومغريات وفلوس عشان يسكتوا غو هاني نهائي. ليو رويان أكيد فهمت الألاعيب دي كويس جدا، بس دلوقتي قاعدة بتمثل إنها مجروحة ومصدومة. عيونها أحمرت وبكل غضب صرخت فيا: بأي حق تقرر مكاني؟ إحنا كان ممكن إيه نكون سوا؟ يا ليو رويان، سألتيني الأول لو أنا موافق أصلا، فضلت بصللي بعند وتصميم مش مصدقة إنك مش بتحبني. رديت وقلت أنا بحب حاجات كتير قوي زي الذهب والعربيات والقصور، بس هل أقدر أشتريهم؟ ليو رويان بصت لي بلمعة وقالت لو أنت موافق. أنا مش موافق ومستحيل أكون معاكي. مش هكون زي الفار اللي جمهورك كله بيجري وراه يطحنه ويموتوا. مش هقبل إن الناس تحدفني ببيض فاسد في الشارع. أنا بجد أستاهلك وزيادة، ليه أتحمل القرف ده كله؟ عيني أحمرت من الغضب. ليو رويان حاولت تواسيني بس زقتها بعيد. بعد ما الدنيا هدت شوية كملت تصوير. فاضل 7 أيام ونرجع لأجسامنا تاني. إيتينغ تشانغ خلص تصويره قبلي. اليوم ده كان عيد ميلاده. إيتينغ تشانغ عزمنا كلنا عنده عشان ناكل تورتة. اتكسفت أرفض. رحت ولقيت الأوضة فاضية، مفيش غيري أنا وهو. قال إن الباقي جايين في السكة، وطلب مني أداء نبيذ غالي جابه شحن مخصوص من فرنسا. أخدت بق صغير، كان مسكر وطعمه حلو فشخ. بس فجأة حسيت جسمي بيولع نار وطاقة غريبة بتطلع لراسي. إيه تينج تشانج قرب بابتسامة خبيثة وقال لي إيه الأخبار؟ الدواء ده شغال ولا إيه؟ الدواء ده أنا شاريه بفلوس تقيلة من فرنسا. كراسة إيدي عشان أحافظ على وعي. زقيته بكل قوتي وهربت بره الأوضة فورا. لحسن الحظ قوضتي كانت في نفس الدور. أول ما شفت ليو رويان وعي بدأ يطير تماما. أنا حضنتها بقوة وحسيت إني حتة نار بتولع. يا ليو رويان أرجوكي ساعديني، أنا تعبان فشخ. الواد إي تينج تشانج اتجرأ وخدرك، حط لي مخدر. ليو رويان سابتني مكلبش فيها زي الدب وأنا عمال أبوسها وألمسها. جست على أسنانها وسحبتني بالعافية للحمام وفتحت الدش على الآخر. المية التلج نزلت فوق راسي. أخيرا قدرت أسترجع شوية من وعي المفقود وتركيزي. المراية عكست ملامح ليو رويان وهي متبهدلة على الآخر، بس شكلها كان مغري فشخ. الشهوة للمية الساقعة قمعتها رجعت تضرب في جسمي تاني بسرعة. كلبشت في ليو رويان بكل قوتي ودفنت وشي كله في رقبتها. أنا تعبان قوي، يا ليو رويان أرجوكي ساعديني المرة دي. معرفتش تزقني بعيد خالص. اتوترت وبدأت تتهته. قالت يا غوهان فكرت كويس، ده جسمك انت. رديت وقلت ايوه ده جسمي انا. طب ليه مش عايزه تساعديني؟ هجمت على شفايفها وبصيتها بحراره مجنونه كأن الدنيا كلها بتولع نار. فضلنا نبوس بعض بجنون، وفجأة حسيت ان النار اللي مولعه جوه جسمي دي انطفت واختفت تماما. فتحت عيني ببطء ولقيت قدامي عيون بتلمع بشكل مش طبيعي. عيون واسعة ورموشها الطويلة لسه متعلق عليها نقط مية بتلمع. أنا ويليو رويان رجعنا لأجسامنا تاني فجأة. فضلت بتبصلي بتركيز وصدمة كبيرة. عيونها كانت مليانة حب ومشاعر. اتسحرت في لحظة وقربت منها وبصيتها من غير أي تفكير، بس زقتني بعيد بسرعة. مسكت في الحوض ووشها أحمر جدا ومردتش تبصلي خالص. أخرج بره دلوقتي، أنا هتصرف بنفسي. بصيت لملامحها اللي كلها وجع وتعب. رجعت خطوتين لورا بتردد، بس أول ما لفيت ظهري لقيت حد حضني من ورا بقوة. حضن خفيف جدا وسهل أفك نفسي منه بس اتجمدت. ولما استوعبت اللي بيحصل بجد، هدومنا طارت. أنا اللي بشقط أرامل بمهارات الغش أقع الواقعة دي بسبب دوقه بفشخ. المفعول كان جبار فشخ لدرجة إني ما ثبتش مكان في الشقة، حمام وسرير وكنبة. فضلنا أنا وليرويان سهرانين طول الليل وتعبنا جدا ونمنا بالعافية على الصبح. لما رجعنا لأجسامنا المسلسل كان خلص والمخرج عزم الكل على العشاء بالليل وليرويان كانت رايحة العشاء. وسألتني لو هاجي معاها ولا لأ، فرديت قلت لها لأ. فبستني على خدي وقالت لي هجيب لك مشويات وبيرة وأنا راجعة، فلمست وشها وقلت لها قشطا هزتناكي. ولما نزلت لميت كل هدومي في الشنطة ومشيت من المكان. المكان ده ما كانش مكاني أصلا ومش شبهي. وبعد كام يوم كنت بتمشى تحت العمارة كأني مشغل هاك سايت وبواقع أرامل. فجأة لقيت حسابي زاد 20 مليون. أنا قرية العقد والأتعاب كانت 10 مليون بس. وهو الليل فجأة بقى بارد وقاسي عليا. خبط في عيني ووجعني جدا
كأن دخل فيها رمل والله. بلوت تويست دي قصة ليو رويان. أول مرة شفت جوه هان كان في اجتماع الشركة، كان جاي يعمل مقابلة لمساعد الشخصي، والأخت شين كانت بتشرف بنفسها وأنا عديت من هناك بالصدفة. بصيت من الشباك وشفته بيجاوب على أسئلة الأخت هونج اللي كانت صعبة ومعقدة فشخ، بس هو كان رايق جدا وشخصية سجما، وابتسامته وهو بيتكلم بتخلي أي حد يعجب بيه ويبتسم معاه من غير ما يحس. وبعدها شين جابتلي سيفيهات أحسن ثلاثة هي اختارتهم وحطتهم قدامي على المكتب عشان اختار منهم. مسكت سيفي جوهان وقلبت فيه بملل وقلت في نفسي ده طالب شاطر فشخ. خلاص خليه هو. وشين بصتلي بصة، بصت لي بصة غريبة وضحكت وقالت لي الولد ده ممتاز ومستواه عالي وشكله واد حليوة جدا. رميت السيف ببرود وقلت ده عادي ومفيش فيه حاجة مميزة. عالم الفن فيه ناس أحلى منه بكتير. وبكده جوهان بقى مساعد الشخصي وهو كان واد ممتع فشخ. ولما الواحد يوصل لمستوى عالي في الشهرة مش بيسمع الحقيقة من حد حواليه. الناس حواليا دي ما بيطبلوا لي ويمدحوني بزيادة في كل حاجة بعملها، بس جوهان ما كانش كده. ولما كنت بخليه يمثل معايا كان بيقول لي بجدية ليورويان تمثيلك للمشهد ده مش طبيعي ووحش وما فيهوش أي إحساس بوجع القلب على حبيبك. ولما عملت لقاء صحفي قعدت أقبل لنفسي وأقول إني تعبت قد إيه في المسلسل ده، فجوهان قال بصراحة يا ليورويان أكبر غلط إنك تحتفلي بدري ومفيش داعي تقول لي كلام. واثق قوي كده ولو فشلتي الناس هتضحك عليكي لأن سمعتك وسط الجمهور أصلا زي الزفت. أنا بقالي فترة طويلة جدا ما سمعتش كلام دبش بيوجع كده. متضايقتش بالعكس، حسيته بيعرف يوقع بنات كأنه بيوقع عرامل بالهاك بتاعه. وفي مرة بدلنا أجسامنا بالصدفة، ولما سمعت شين بينج قام بيقول إن هو الشخص المكتوب لي ما قدرتش أخبي فرحتي من جوايا وطلع في النهاية إن هو كمان بيحبني. ولما الفكرة دي خطرت على بالي اكتشفت إن قلبي من زمان كان مايل ليه، وفي الوقت ده كنت بغير طريقي في التمثيل. ولو قدرت أتحول من مجرد ترند لممثلة موهوبة بجد محدش لا من الجمهور ولا من الفانز هيعترضوا أو يهاجموا علاقتي العاطفية. وكنت خلاص مقررة واخدة قراري إني هرتبط بيه وأكمل معاه. بلوت تويست ما توقعتش ده جوهان فضل جنبي عشان بس ينتقم مني. أنا شفت قناة المراجعات بتاعته وكان في حلقة عاملها مخصوص بيقطع فيها في تمثيلي، وقال في النهاية إن الكلب البلدي اللي في المسلسل أحسن بكتير من تمثيلي. كلامه كان دبش فشخ وخلاني متعصبة وزعلانة جدا في نفس الوقت، وكنت شايفة إنه شخص مستفز بس عمري ما فكرت هو مر بإيه لحد ما بقيت في مكانه. واتشتمت من الفانز بتوعي من غير ما أعمل أي حاجة غلط ساعتها، بس فهمت موقفه وإحساسه وقتها. ومفيش حاجة في الدنيا دي اسمها إنك تحس بوجع غيرك، ولما عشت اللي هو عاشه وجربه فهمت أخيرا الحقيقة. عرفت أخيرا إني كنت باردة ومتكبرة فشخ وكل معاناته بسببي. وجع القلب بعد الفهم ده بيموت بجد. إحساس الوجع ده قاسي قوي. ولما البيض الفاسد اتحدف عليا فجأة في الشارع كان أول رد فعل ليا إني قولت الحمد لله إنها جات فيا مش فيه. بس اللي يجنن إن جوهان واقف قدامي يحميني فورا. كنت عايزاه وهو كمان بيحبني، بس فجأة قالي إنه مش موافق يكمل معايا. وطول عمري متعودة أخد أي حاجة بتمناها، بس لو قربوا مني مش هيجيب له غير الشتيمة والوجع والمشاكل من الناس. يبقى إيه؟ حكي إني أخليه يفضل معايا بالعافية. وفي الليلة دي كنت متأكدة من إنه هيمشي، بس جبت مشاوي وبيرة ورجعت لقيت الأوضة ضلمة وباردة زي ما توقعت بالظبط ومفيش حد. شفت الورقة اللي سابها لي ومكتوب فيها لي رويان أنا بجد واثق إنك هتبقي ممثلة جامدة فشخ ومستواكي في التمثيل أسطوري، إياكي تخذليني أبدا. من بعدها طنشت كل اعتراضات الأخت شين ولغيت كل حاجة ورايا الشغل اللي عندي، وقررت أهدى كده وأفكر بجد أنا عايزة إيه بالظبط من حياتي. المسلسل اللي جوهان صوره عشان ينزل وكسر الدنيا كلها، والتقييمات كانت حريقة لدرجة إني الفانز بتوعي نفسهم اتصدموا وقالوا إني اتطورت فشخ ومستوايا بقى في حتة تانية خالص بجد. قلت لنفسي أشوف بقى مين هيتجرأ ويقول عليا مجرد شكل حلو. وبعد كده ومكانتي كان جامعة أولى رجعت أقوى من الأول بكتير. بس أنا مستغلتش النجاح ده عشان أركب الترند، وبالعكس رفضت كل الشغل اللي جالي ولغيت رابطة الفانز بتوعي بالكامل، وخليت الاستوديو يمسك كل حساباتي على السوشيال ميديا بتاعتي، وجروبات الفانز كلها قفلتها فجأة. وبعد 3 شهور بالظبط أعلنت إن عقدي مع الشركة خلص نهائيا ومش ناوية أبدا أجدده تاني، وهفتح استوديو خاص بيا أنا. ومن ساعتها دخلت مسرح الدراما وقفلت على نفسي وعزلت وداني عن العالم الخارجي كله، وبقيت
بتدرب وأحفظ السكريبت بتاعي وأطور تمثيلي في صالة البروفات ليل نهار من غير ما أقف وساعات. لما كنت بتعب أو أحبط من الضغط كنت بروح فورا أدور على حبيبي جوهان. كنت براقبه من بعيد بيلعب شطرنج تحسه مفعل شفرة صيد عشان يوقع بيها أرامل الحتة كلهم في حبه. بينزل يشتري خضار لوحده وما بيفصلش أبدا مع البياعين، وأي مبلغ بيطلبوه بيدفعه على طول من غير كلام. بس لما كان يشوف زباين تانية بتفصل وتنجح في الخصم كان يضايق ويلوي بوزة زي الأطفال. وفي ليلة متأخرة بعد ما خلصت بروفة المسرح ركبت عربيتي ورحت عند منطقة جوهان زي ما أنا متعودة دايما. وقفت تحت العمارة وبصيت لفوق، لقيت الشباك اللي كان دايما بيفضل منور ضلمة الكحل، واستغربت وسألت نفسي معقولة تنام بدري قوي كده الليلة دي؟ أحسن برضو بلاش سهر كتير. وفجأة لقيت حد بيخبط على إزاز العربية وكنت فاكراه حارس الأمن جاي يمشيني من المكان. ونزلت الإزاز بالراحة ولقيت الشخص اللي واكل عقلي دايما واقف قدامي، وفيه ايده شايله اكياس اكل وتسالي كتير ونص بطيخه كامله، وهو واقف بيبتسم وبيقول لي انزلي يالا عشان اعزمك على اكل حلو. وبعد نص سنه بالظبط اعلنت ارتباطي بجو هام بشكل رسمي قدام السوشيال ميديا كلها. وبعد كده بفضل تعب 3 سنين كامله في مسلسل الجديد قدرت اكتسح واكسب جايزه الاسد الذهبي لاحسن ممثله. ويوم استلام الجايزه دي كان هو نفس يوم عيد جوازي الاول. انا وحبيبي جوهان